إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عايز تربح من الافلام القصيرة، وعايز تنزل فيديو وتاخده من قناة وما تاخدش حقوق، وعايز تكسب من اليوتيوب مئات الدولارات شهريا؟ تابع معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة وورلد اوف تكنولوجي، والنهارده هنتكلم عن الربح من الافلام القصيرة او الانيميشن فيديوز. اولا كده قبل ما نبدأ الشرح او نتكلم في اي حاجة، احب اوريكم اثبات شخصي. يعني انا اشتغلت في الموضوع اللي انا هكلمكم عنه النهارده، وبفضل الله جبت 543 مشاهدة، واشتغلت في القناة يومين بس وسبتها بقالي 4 شهور. ففوجئت امبارح ان في فيديو حصل على 543 مشاهدة، والفيديوهات ديت اصلا مش فيديوهاتي ومش من تصنيعي مثلا وانا اللي عامل فيديو، لا بالعكس، ده انا هقولك ازاي تاخد الفيديوهات دي بدون حقوق. فكده احنا وريناكم الاثبات اهو قبل ما نبدا الشرح، عشان ما حدش يقول لي طب انا هنجح ازاي وهجيب مشاهدات ازاي والكلام ده كله. فالنهارده انا هوريك ازاي تجيب الفيديوهات ديت، وهديك الطريقه وانت هتشتغل بقى وتشوف هتجيب كام مشاهده. اول حاجه شرحنا النهارده او الفيديو بتاع النهارده هيعتمد على 3 قنوات. ال3 قنوات دي بتنزل افلام يوميا او فيديوهات كرتونيه او انيميشن فيديوز، وبيجيب مشاهدات عاليه جدا. زي ما انت شايف اول قناه فيها 1.5 مليون مشترك، والقناة التانية نفس الكلام برضو عندها 226 ألف مشترك وبتنزل فيديوهات برضو زي أفلام قصيرة كده. والقناة التالتة تقريبا نفس ماركة القناة الأولى وبتنزل بنفس الكلام أفلام يومية. وكل القنوات دي هتلاقي الرابط بتاعهم في الديسكريبشن تحت الفيديو. هتقولي تمام يا عم أنا شفت الإثبات وشفت ال3 قنوات، قولي أنا هشتغل إزاي بقى وإزاي مش هجيب حقوق، يعني ده أنا باخد فيديو من حد. هنيجي مثلا لفيديو عجبني، مثلا الفيديو دوت. بعد ما ضغطنا على الفيديو جالنا الفيديو اهو بالشكل دوت، وعنوان الفيديو اهو بالانجلش. هنيجي بقى هنا في حاجه هنتخطى بيها حقوق النشر. الطريقه بتاعت النهارده هتعتمد ان احنا هناخد الفيديو ده وهنيجي جايين واخدين الوصف ده كله زي ما انت شايف. الوصف كله هناخده لغايه قبل السوشيال ميديا، يعني قبل السوشيال ميديا بتاعت القناه. زي ما انت شايف هنا السوشيال ميديا بيقول لك التويتر والفيسبوك بتاعهم، يبقى انا هاخد ده كله كده زي ما احنا قلنا لغايه الاول وهنسخه في الوصف بتاعي. وخلي بالك في حاجه تانية هتاخدها، لو جينا تحت السوشيال ميديا بتاعتهم هنيجي هنا هناخد حقوق الصوت. زي ما انت شايف دي حقوق الصوت بتاعت الفيديو، هناخدها برضو كوبي. وتحت هنا هتلاقي كلمات دلاليه، فانت ممكن تاخدها عادي براحتك تحطها في الفيديو بتاعك عشان تتصدر نتائج البحث، وممكن ما تاخدهاش زي ما تحب، بس اجباري تاخد دولي اللي هي حقوق الصوت وتطلع فوق تعدي السوشيال وتاخد الوصف ده كله من الاول. يبقى احنا كده عرفنا هنعمل ايه بالظبط. تمام جدا. انا دلوقتي لو خدت الفيديو ده هاخد مخالفه عليه. هقول لك انت مش هتاخد اي مخالفه لو شلت الوصف زي ما احنا قلنا بالطريقه دي، وهتيجي على برنامج المونتاج الخاص بيك وهتحط مقدمه للفيديو، يعني انترو خاص باسم قناتك، انترو بس في البدايه او مقدمه للفيديو، بعديها الفيديو يشتغل عادي وما تقطعش منه اي حاجه ومش هتاخد اي مخالفه. وهتيجي هنا باداه فيديك لو انت عايز بقى تتصدر نتائج البحث في الفيديو بسرعه، وهتيجي هنا عند الفيديو تاجز او الكلمات الدلاليه وهتاخدها كوبي. وانت اي فيديو يعجبك هتيجي جاي هنا وكاتب اس قبل يوتيوب وتحمل الفيديو، او باي طريقه انت بتحبها في تحميل الفيديو الخاص بيك. بعد ما تحمل الفيديو اللي يعجبك هتتفرج على الفيديو كده بالظبط كله وتفهمه. فانا مثلا اتفرجت على الفيديو ده وفهمت ان هو بيتكلم عن الصداقه مثلا، فاللي هيفرق معايا في المشاهدات هو العنوان. زي ما انت شايف لما انا كتبت هنا فيديو قصير عن الامل، ده جذب اي حد اتفرج على الفيديو. يعني انت هتتفرج على الفيديو سواء هو دقيقه دقيقتين 4 دقايق ما بيزيدش عن كده يعني، وتفهم معنى الفيديو وتفسره بالعربي. يعني انا اتفرجت على الفيديو ده طلع عن الصداقه، اكتب الصداقه التي لا تعوض مثلا. هتيجي الناس تتفرج على الفيديو ده بالفعل هتستفيد من الفيديو ده وهتتأثر بيه، ساعتها هيجيلك سبسكرايبرز وفي نفس الوقت هيجيلك اكتر منهم مشاهدات. يبقى احنا كده فهمنا القصة ازاي. وانت بقى هتنزل 5 فيديوهات يوميا، 6 فيديوهات انت وشغلك، وكل ما تنزل اكتر فيديوهاتك هتجيب مشاهدات اكتر وهتتصدر نتائج البحث وهتحقق ربح عالي جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. وفي فيديو النهاردة اتكلمنا عن طريقة للربح من الانترنت او فكرة جديدة مع الاثبات الشخصي، واستنونا ان شاء الله في فيديوهات جديدة في سلسلة يوتيوب والربح من الانترنت. وشكرا ليكم، كان معاكم عمر محمد، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.